أهلا بيكو، ده بودكاست نقطة نور ومعاكم نرمين كامل. هل عزيزي المستمع حسيت يوم إنك قاعد حيران وبتفكر يا ترى هو أنا خدت قرارات صح في حياتي؟ يا ترى قراراتي دي وصلتني لمكان كويس لحد دلوقتي؟ هل أنا حسنت من نفسي؟ هل أنا اتغيرت؟ يا ترى شفت كل الفرص اللي كانت قدامي؟ يا ترى واجهت خوفي؟ وبمعادلة تقييم صغيرة كده، هل أنا زي ما أنا من سنة ولا من سنتين؟ لأنك لو ماشي في الدنيا من غير ما تقف شوية وتعمل تقييم لنفسك هتبقى عامل زي اللي بيمشي على التريد ميل في الجيم، بتمشي ساعات وما بتوصلش لحتة، بتتحرك لكن في مكانك. طب ايه الفايدة؟ طب لو انت فعلا قدرت تتحسن من نفسك في حاجات بس لقيت كل حاجة حواليك بتفكرك بنفسك القديمة، أصحابك وأهلك بيفترضوا لأنك كنت متعود على حاجة معينة إنك هتفضل تعملها طول عمرك. اللي حوالينا ساعات بيفترضوا إنهم لو سابونا سنة 2 3 هيرجعوا يلاقونا على حطة إيدك في مكاننا نفس الناس، وبيبقى جواك صراع. طب أنا مين؟ أنا الشخص اللي التزم وطور نفسه ولقى طريق يمشي فيه، ولا الشخص اللي مفروض يفضل يحب نفس الحاجات ويكون عنده نفس العادات وأسلوب الحياة لمجرد إن اللي حواليك مش متقبلين فكرة إنك اتغيرت؟ وهنا بقى ممكن أقولك مرحبا بيك عزيزي المستمع في الفجوة، اللحظة اللي هتحس فيها إنك بقيت اتنين، واحد زمان كان مفروض إنه كان إنت، وواحد تاني النهاردة إنت اللي اخترت عاداته وطريقة حياته وبقيت فخور بكل الحاجات اللي قدرت تغيرها. الفجوة هي الشكوك اللي هتبقى جواك إذا كان التغيير اللي عملته ده كويس ولا وحش، وبتبدأ تحس بأزمة هوية، خصوصا لو انت في مجموعة رافضة فكرة انك تبقى مختلف، لان اختلافك معناه انك ممكن تبقى احسن ويبدأوا يشدوك علشان ترجع تاني للشخص اللي كان، لهويتك القديمة. ودي بتعرف ب The Crab Theory أو نظرية السلطعون، ودي اتكلمت عنها في حلقة قبل كده، بس لو ما كنتش سمعت الحلقة خلينا نسترجعها بسرعة كده. النظرية بتقول إن ممكن أقرب حد سواء كان من العيلة أو صديق يحاولوا يمنعوا الشخص من التغيير للأحسن، لأنهم بيخافوا من إن هو يبقى أحسن منهم أو يوصل لحاجة هم مش قادرين يوصلوا لها، وبدل ما يحاولوا هم يشتغلوا على نفسهم بيكرسوا كل مجهودهم لشد الشخص اللي بيحاول يتغير لتحت، بتطبيق فكرة if I can't have it neither can you. لو أنا مش هاخد الحاجة دي أو أوصل لها فأنت كمان مش هتاخدها ولا هتوصل لها. فبيبقى الشخص في صراع من كل حتة مع نفسه، لأنه مش عارف هو مفروض يكون مين، هو كده صح ولا غلط، ومع اللي حواليه اللي بيضغطوا عليه علشان يرجع لهويته القديمة. لكن لو انت بدأت رحلة التغيير علشان في يوم حسيت انك تقدر تبقى أحسن، حسيت ان أحلامك من حقك، بس انت محتاج تتعب علشان توصل لها، ومحتاج تشتغل على نفسك علشان توصل لأحلامك دي، وحتى لو كان التغيير شيء مش مريح ساعتها، لكن خليني أأكد لك عزيزي المستمع إنك مش ماشي على التريدميل في مكانك، لكن كل خطوة بتاخدها بتقربك من حلمك والطريق اللي مفروض تمشي فيه. بتقول ماري فورليو مؤلفة كتاب كل شيء ممكن، لما بتقرر تكافح علشان حلمك فده بيحتاج منك شغل كتير، وده اللي هيخلق فجوة بين نفسك القديمة وانت دلوقتي. الوقت اللي هتلاقي نفسك اشتغلت علشان توصل لأن شخصيتك وعاداتك تبقى بتعكس طموحك، ساعتها كل حاجة هتبقى واضحة قدامك ولازم تكمل الطريق اللي انت بدأته. وبتعرض ماري فورليو في الكتاب مثال عن رحلة الفنان لما بيقرر يشارك شغله مع الناس، لكن قبل ما بيوصل لمستوى إن شغله ينفع يظهر للنور بيكون عدى بوقت طويل بيتقن فيه فنه، وقت قدر يحول فيه مجرد فكرة في خياله لحاجة ملموسة وبمستوى عالي يستحق الإعجاب. ويمكن كلنا دايما لما بيكون قدامنا أي خطوة تغيير بنسأل طب هتاخد قد إيه؟ الوقت دايما حاجة كلنا بنسأل عليها، لكن في عملية تطوير الذات، عملية إنك تكون إنسان جديد، دي عملية محتاجة شغل، محتاجة إنك تجرب وتتعلم، محتاجة إنك تلتزم من غير ما تستعجل على النتائج. ده غير بقى إن في عوامل خارجية ممكن تأثر على عملية التطوير دي، وحتى لو كنا بنعمل كل حاجة نقدر عليها ممكن تحصل حاجات خارجة عن إرادتنا تأخر وصولنا للهوية الجديدة اللي بنحلم بيها، بس ده مش معناه إننا مش هنوصل. لكن خليني أقولك عزيزي المستمع إن عدى عليا أوقات كتير لقيت حاجات بتحصل بتغير كل حساباتي،
حاجات بتجبرني إني أسأل هو أنا فعلا عايزة أتغير؟ التغيير صعب وممكن في نص الطريق تحبط وتحس إنه كفاية بقى تعب، لكن كنت دايما بدور جوايا على الدافع اللي خلاني عايزة أتغير، الدافع إني أبقى نسخة أحسن من نفسي. ودي عملية مستمرة لحد دلوقتي ما خلصتش وما أعتقدش إنها هتخلص أبدا. الواحد بيحاول كل يوم يلاقي منطقة في حياته أو في شخصيته محتاجة تطوير. لكن في البداية لما قررت إني أتغير وكل ما كنت أحس إني مش قادرة ألتزم في حاجة جديدة، كنت بسأل طب هو أنا عايزة أرجع تاني لعاداتي القديمة ونفسي القديمة اللي قررت أتخلى عنها وأغيرها؟ وانت بتتغير أكيد هتعدي بلحظات إحباط، لكن فكر نفسك انت بتعمل ده علشان توصل لذاتك الحقيقية. وفكر فيها كده انك بتدور على الكنز اللي جواك. في عملية التنقيب عن الذهب بيبدأوا الحفر وهما مش عارفين هيوصلوا للذهب امتى، لكن ده مش بيمنعهم انهم يحفروا ويدوروا يوم بعد يوم لحد ما بيوصلوا للهدف اللي بدأوا علشانه. واحنا كمان ذاتنا الحقيقية النسخة الأحسن مننا موجودة جوانا، وعلشان نوصل لها لازم نركز وندي عملية التطوير وقت وطاقة. اسمح لي كده عزيزي المستمع أستخدم مسابقة لتور دي فرانس كمثال. واللي ما يعرفش دي المسابقة الأشهر عالميا للعجل، الدراجات يعني. المسابقة بتستمر 21 يوم في باريس، كل يوم من أيام السباق مختلف بتحديات مختلفة وطرق صعبة ومنحدرات. لكن في البداية علشان شخص يكون جوه السباق ده لازم يكون عايز يكون هناك، بيحلم يوصل لخط النهاية. فأكيد وجوده هناك بيديله نوع من أنواع السعادة، هو ما دخلش المسابقة دي غصب عنه. وأنا بعمل سيرش للحلقة دي اتفرجت على فيديو لواحد من المشاركين وهم بيسألوه على طريق صعب كله مرتفعات وتضاريس وهل هو خايف أو قلقان، فجاوب وعلى وشه ابتسامة من الودن للودن إنه بيحب التحدي ده، الجزء المفضل بالنسبة له في السباق، وإنه سعيد جدا إنه موجود هنا وإنه قادر يشارك في السباق. الفكرة إن مسابقة تور دي فرانس من أصعب المسابقات، ولو فكرت في كم التعب الجسدي والنفسي لأي شخص بيشارك في المسابقة دي هتحس إنه ده لا يمكن يكون فيه أي متعة. هو في حد يحب يعذب نفسه بالشكل ده أصلا؟ لكن بالنسبة للمشاركين في المسابقة هم حاسين إن دي أحسن حاجة حصلت لهم، إنهم يقدروا يوصلوا إنهم يشاركوا في السباق ده. وبرضه ده بيوضح حقيقة تانية، إن يمكن الحاجة اللي إحنا عايزينها وقلبنا اختارها تكون مختلفة عن اللي حوالينا، وهيبقى صعب عليهم جدا إنهم يفهموا الطريق اللي إحنا قررنا نمشي فيه. وفي جملة عجبتني قوي قالتها ماري فورليو في الكتاب، إنها عمرها ما قابلت أي حد ندم على حاجة قلبه اختارها. ولو رجعنا تاني لتور دي فرانس وقارناه بحياتنا، اللي بيشارك في المسابقة دي وصل لها إزاي؟ الشخص لازم يكون جزء من فرقة وبيتمرن أكتر من 12 شهر علشان يوصل للياقة اللي تخليه قادر ينافس في مسابقة بالحجم ده. فالشخص ده قرر إنه يتمرن بغض النظر عن التعب، قرر إنه يصحى كل يوم بدري ويتحمل تدريب شاق ويعدي عليه لحظات صعبة ويمكن غير متوقعة. لكن مع كل ده موقفش وفضل يتمرن يوم بعد يوم لمدة سنة كاملة. وانت عزيزي المستمع علشان توصل انك تبقى جزء من حاجة كبيرة او انك توصل لحلم كبير، لازم تعرف المجهود اللي انت محتاجه علشان تطور نفسك وتبقى الشخص اللي يستحق الحلم ده. شوف انت هتحتاج ايه في رحلتك علشان توصل. لكن زي ما مسابقة تور دي فرانس مدتها 21 يوم وتحضيرها بياخد اكتر من سنة، انت كمان هتاخد وقت علشان توصل للتغيير اللي انت عايزه. علشان كده مهم انك ما تستعجلش وما تقارنش ظروفك والوقت اللي هتاخده بحد تاني. وكل ما تلاقي نفسك بتبعد عن نسختك القديمة ما تخافش من الفجوة دي، لكن خد لحظة وافرح بنفسك، افرح بمجهودك اللي عملته وكمل الطريق. هتعدي عليك لحظات خوف كتير، لكن الخوف بيجي من المجهول، من انك بتعمل حاجة جديدة عليك ما عملتهاش قبل كده. طيب نرجع لسؤالنا تاني، ازاي نعدي من الفجوة دي نوصل للبر التاني، نوصل للهوية الجديدة اللي اشتغلت عليها وتعبت علشان تكتسب صفات وعادات خلتك النسخة الأحسن من نفسك؟ فهنا مهم جدا انك تحافظ على تركيزك على طريق التطوير اللي انت اخترته، وتقدر نعمة الوضوح اللي لقيته واللي وجهك للطريق اللي قدرت بيه تكرم نفسك وتحترم قدراتك. فلما تلاقي نفسك بتعدي بلحظات شك في انت مين، هل انت نفسك القديمة ولا هويتك الجديدة، فاستخدم الخطوات الجاية علشان تأكد لنفسك إنك إنسان جديد. أول حاجة الوعي. شوف العادات اللي انت اكتسبتها والحاجات اللي اتعلمتها علشان توصل لهويتك الجديدة.
اكتبها وخليها قدامك علشان تفكرك بنت بقيت مين وازاي. تاني حاجة، اسأل وقيم. اسأل انت ليه بدأت رحلة التغيير وايه اللي كان واقف في طريقك. ركز على الحاجات اللي تقدر تغيرها وسيب الماضي في الماضي، لأنك مهما حاولت مش هتقدر تغيره. الحلول كلها موجودة في الحاضر. تالت حاجة، قدر نفسك. خليك لطيف مع نفسك، ما تتجاهلش احتياجاتك، وادي لنفسك الوقت والراحة اللي انت محتاجهم. ما تخليش حماسك لأنك توصل لحلمك يخليك تيجي على نفسك جسديا ونفسيا. رابع حاجة، افرح. اعترف بنجاحاتك مهما كانت صغيرة وافرح بيها. ما تقللش من أي تغيير لأنه خطوة في طريقك، ومع كل خطوة بتاخدها بتثبت لنفسك إنك هتقدر توصل. خامس حاجة، ما تبطلش إنك تشتغل. الأهم من إنك تقرر إنك تتغير وتطور نفسك هو إنك تلتزم وتشتغل. ممكن شخص يقرأ كل الكتب ويبقى عنده كل المعلومات، لكن عمره ما طبق أي حاجة فيهم فيفضل في مكانه. وممكن شخص تاني يقرأ كتاب واحد لكن طبق كل اللي فيه وحياته كلها تتغير. فزي ما مهم إنك تعرف المعلومة، الأهم إنك تطبقها علشان تعرف تشوف نتائجها وتستمر في تطبيقها. ولو وصلت لحد هنا عزيزي المستمع، أحب أشكرك على وقتك اللي قضيته معايا علشان تستكشف موضوع الفجوة بين نفسك القديمة والجديدة. أتمنى إنك تكون لقيت حاجة مفيدة في الحلقة دي أو حاجة تساعدك في رحلة حياتك، لأن كل واحد فينا رحلته مختلفة وكل واحد بتعدي عليه تجارب مختلفة. لكن الحاجة اللي حابة إنك تعرفها عزيزي المستمع إنك مش لوحدك. الطريق للتغيير مش سهل، لكن ما تقلقش وخليك فخور بمجهودك اللي انت عملته لحد دلوقتي. إنك هنا دلوقتي وبتسمعني معناه إنك بتحاول، وده كفاية. خليك لطيف مع نفسك، خليك مؤمن إنك تستحق كل حاجة بتحلم بيها، لأنك ساعتها هتبقى بتقدم لنفسك هدية كبيرة هتشكر نفسك عليها بعدين، لما هتصحى كل يوم وانت عارف إنك بتعمل كل اللي تقدر عليه علشان تكرم نفسك، علشان تبقى أحسن. شكرا عزيزي المستمع على شجاعتك إنك تتخلى عن نسختك القديمة وتبقى إنسان جديد. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وأشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية. ده بودكاست نقطة نور، ومعاكم نرمين كامل.